ده اجمد طبق كشري ممكن تاكله في حياتك، خليني اقول لك ليه. مم. وسر صنعته بيبتدي بالبصل الابيض اللي هقطعه شرايح بالشكل ده، وهملحه واسيبه على مصفى علشان ينزل ميته، وفي زيت درجه حرارته متوسطه هبتدي انزل بدفعات من البصل. واهم حاجه ان درجه الحراره تبقى متوسطه عشان البصل يستوي براحته. واول لما يوصل للون الذهبي ده هطلعه على مصفى شبك علشان يتصفى ويتهوى ويدي القرمشه اللي احنا عايزينها. تاني سر وهو استخدام زيت البصل. زيت البصل هعمل بيه الطبخه كلها، وده من اهم اسرار صنعه الكشري. وفي ميه بتغلي على النار هنزل بالجزر، هنزل عليهم بالبصل، فصين توم، ورق لورا، رشه كمون، وهنزل بالعدس المغسول ومتصفي ونقلب. هغطيه واسيبه على النار لمده 8 دقايق، وكده العدس استوى. هصفيه وهاخد الميه بتاعته علشان اعمل بيها الرز، وده كده يبقى تالت سر من اسرار صنعه الكشري. وعلشان نكمل اسرار الصنعه والعدس يطلع معانا مفلفل ومرمل كده، في طاسه من غير اي دهون هضيف العدس المسلوق وهرش عليه رشه من الملح، وهقلبه لغايه لما ينشف كل السوائل اللي فيه. وبعد 3 دقايق من التقليب المستمر وصل للترميله اللي احنا عايزينها. والفلفله ما اقولكش. وفي حله على النار هحط زيت البصل وهنزل عليه بالشعريه، وهقلبها تقليب مستمر لغايه لما يبقى لونها ذهبي. واول لما توصل باللون ده هنزل عليها بالرز ونقلب. هنزل عليهم بورق اللورا والملح، رشه من الكمون، رشه صغيره من الفلفل الاسود، ونقلب. وننزل عليهم بميه سلق العدس. هغطيه واسيبه على نار هاديه لمده 20 دقيقه. حمص منقوع ومغسول وهنزل بيه في ميه بتغلي، هحط عليه رشه من الكمون وهسيبه لمده 15 دقيقه على نار متوسطه. وعلشان اسلق المكرونه في ميه بتغلي هحط ملح كتير، وهنزل بالمكرونه الاسباجيتي. وبعد 3 دقايق هنزل بالمكرونه المرمريه. وبعد ما المكرونه استوت هزيتها بزيت البصل، وزيت البصل ده هيديها طعم ومش هيخليها تلزق زي كده.